واهلا وسهلا بكم بقناة سالفة فيلم. اليوم راح نحكي عن ملخص فيلم سومورو انتاج سنة 2003. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. بمستقبل بعيد كلش ادم وجيك يطيرون لكوكب اسمه انتارس. قبل 900 سنة كانت هناك مستعمرة بشرية عايشة، بس من ذاك الوقت ما صار اي تواصل ويا الارض، وهسه هم اخر امل للبشرية. الاجهزة الاتصالية ما تطلع غير صوت خش 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 خش. لهالسبب قرروا ينزلون هناك حتى يشوفون شنو القصة. وبينما السفينة الفضائية تتقرب من انتارس يصير جذب غريب من الكوكب يهزها. الاشعاعات القوية تعطل الانظمة فيضطرون يسوقونها يدويا. الارتفاع ينخفض فيشغلون المحركات حتى يطيرون قريب من سطح الارض. يمشون مسافة بس ينصدمون بالصخور والسفينة تسقط على الارض. الاثنين يظلون عايشين، بس كتف جيك ينجرح جرح قوي. سفينتهم اتدمرت ولهالسبب ما يقدرون يرجعون. بعد ادم يساعد جيك حتى ينزل. يشوفون صحراء وصخور وياها قمرين بالسماء. يستعملون عدة طوارئ حتى يعطي جيك ابرة مسكن ويطلع قطعة حديد من كتفه. جيك يشير لكلب بس ادم ما يشوف شيء ويقول له هذا من تأثير الدواء وانت قاعد تتخيل. بس وهو يضم الجرحى يسمع صوت نباح الكلب. ادم يروح حتى يشوف شنو السالفة. يلقى ولد شعره مشعول اسمه ويل وياه كلب وسكين. بس فجأة يظهرون اشخاص عجيبين بالمكان. الولد ويل يخلي كلبه بالقاع والسكين وياه ويريد يحارب البنات، بس النسوان يغوضن عليه وياخذنه وياهن. ادم يروح وراهم بس ما يلقى غير السكين. تصير هزة ارضية خفيفة. ادم يسأل عن حال جيك بالساعة الذكية اللي عنده ويكمل بحثه. يشوف معبد ويدخل ليه جوا المعبد مليان نسوان يصيحن سومورو وهو اسم الملكة مالتهن. وهناك هم اكو كاهن اعظم اسمه تاكسان حاضر وياهم. يعلنون عن طقوس الافعى الكبيرة اللي تطلع حية ضخمة من جوا الارض. والنسوان يجيبون ويل كقربان الها. واحدة من الحراس اسمها داو تشوف ويل وتصيح هذا اخوي، فتقاتلهم بالرمح بشجاعة وتتغلب عليهن بكل سرعة وترمي اخر وحدة بالحفرة حتى الحية تاكلها. بعدها تاكسان يتهم الاخ والاخت انهم شوهوا الطقوس. سومورو الملكة توقفها وتذكرها انه الرجال يقدرون يقتلون الرجال بس النساء لا. داو كانت تدافع عن نفسها وعن اخوها ولهذا السبب تصير تحت حمايتي وينغفر لهم. تاكسان تعترض بس الملكة ما تبدل نظرها. بس بهاللحظة ادم يستلم رسالة من جيك وينكشف مكانه. تاكسان يأمر جنوده يمسكونه. ادم يرمي على السقف حتى يشتتهم ويشرد. داو تستغل الفرصة وتشرد ويل والجنود يركضون ورا ادم وويل يوصلون لمكان تحطم السفينة، بس الجنود يلحقون بهم وتبدي المعركة. ادم يودي ويل صوب جيك وهو يرد على نيرانهم بالنار ويصير فد انفجار قوي. واثناء المعركة تصيبه رصاصة برجله وما يقدر يكمل القتال فيدخل السفينة. ويل يقول له الرصاصة مسمومة. المحاربين يحاصرون السفينة ويستعدون للدخول، بس سومورو ويا حراسة توصل وتوقفهم. الجنود يذكرونها انه لازم تشتغل لتاكسان، بس سومورو تقول انا الملكة واوامري اهم من اوامر تاكسان. بعد ما يروحون سومورو تدخل السفينة، تطلع الرصاصة من رجل ادم وتحقنه بمضاد السم فيغمى عليه. بعدين يأمرون ياخذون ادم وجيك كسجناء. ادم يصحى داخل بيت سومورو. الحراس يجيبون جيك وبفضل العناية المحلية حالته متحسنة. يحجون مع بعض انه لحد هسه شافوا بس نسوان بهالكوكب ويقولون هالشي غريب. كلهم يحجون بالانجليزي يعني لازم يكونون من نسل البشر. ويل يدخل الغرفة بصنته وجيك يقول لادم راويني تشعشعات بعد الهزة. ويكتشفون انه انتارس غير مستقرة، فيها براكين تحت الارض، الماغما تتحرك ومجالات مغناطيسية متغيرة اللي سببت دمار سفينتهم. الكوكب عنده بس حوالي 2 أو 3 أشهر قبل ما ينفجر. آدم يستخدم سكان على نفسه وجيك ويبحثون عن فيروس غريب بس ماكو أي شيء. تصير هزة أرضية قصيرة ثانية. ويل يقول سبب هالهزات وجود الأفعى الكبيرة حدر الأرض. آدم يسوي سكان لويل بس ماكو أي فيروس. داو يجي ويقول سومورو تريد تشوف آدم يروح لغرفتها ويشوفها وهي دا تسبح. بعدين سومورو تختبر سلاحها على السقف. سومورو تطرد الحراس حتى يحجون على انفراد. آدم يشرح لها عن الأرض والمهاجرين. سومورو تقول مجتمعنا هنا بدأ من قبل 914 سنة وهذا يوافق قصة آدم يفرجيها هولوغرام من ساعته الذكية. سومورو بالبداية تفكر انه سحر. المهاجرين رسلونا رسالة قبل 50 سنة بس بعد الحروب البشرية انقطع الاتصال. استغرق 200 سنة حتى ترجع الأرض مثل أول، ولحد ذاك الوقت أنتارس كانت منسية. سومورو تسأل ليش جيتوا هسه لهنا؟ آدم يقول كوكبكم غير مستقر. الملكة تشرح يمكن
يمكن استخراج المعادن سبب هالمشاكل. تاكسان تربت حتى تكون الملكة المستقبلية بس خسرت بالانتخابات، ولهالسبب عندها ضغانة للملكة. آدم يقول للملكة لازم تفرقون المكان، هالمكان راح ينتهي. سومورو تشير، السفينة تدمرت والرجال ما يجيبون إلا الظلمة. آدم يسأل عن رجال أنتارس شنو صار بيهم. سومورو تقول امشوا للمعادن. وبينما ويل يتسلل وراهم بصنته، آدم ينصدم لما يشوف كل الرجال دا يشتغلون بالمعادن كعبيد، النسوان يحكمون بالعقل والرجال يشتغلون بالعضلات. آدم يعترض ويكض الملكة من ايدها، هي تشرح له بهدوء الرجال بالماضي جابوا الموت والنسوان يتزوجن ويا الرجال بس حتى يجيبن اطفال، ولهالسبب سومورو تبوس آدم وتاكسان تشوفهم. آدم يفكر هذا مو سلام، هذه طريقة استعباد. سومورو تهجم عليه بس آدم يتهرب وبالاخير يحصل له صواب. داو تحاول انقاذ الملكة وتهاجم على آدم من الخلف. سومورو تأمر الجنود يسجنون آدم وجيك. لما تشوف تاكسان هالحالة تأمر جنودها يقتلون حراس سومورو ويسجنون آدم وجيك. بينما حراس سومورو ياخذون آدم عبر الأنفاق، جنود تاكسان يهاجمونهم. ويل حتى يحذرهم يصيح بس فات الأوان. داو والحراس يموتون. آدم يسجن وويل يركض صوب أخته، هي تطلب منه يخبر سومورو شنو صار وبعدين تموت. ياخذون آدم لغرفة تاكسان وهي تطلب منه ينضم لها ضد سومورو وتشرح له، تقول له هذا صار ويانا كله بسبب سومورو، وهاي فد لعنة إلهية اللي الكوكب راح يتدمر لأن سومورو تسجن الرجال. وتاكسان ما عندها أي اعتقاد بالعلم. تاكسان تحاول تغري آدم وآدم يشوف شاشة ويسأل عنها. تاكسان ترد هاي قديمة كلش، تظهر حية وتاكسان تقول إنها مقدسة بس آدم يقتلها. تاكسان تريد تعاقبه على هذا بس بدلها تبوسه. وبينما تاكسان مشتتة، آدم يستخدم ساعته الذكية حتى يتصل بالشاشة بس فجأة تاكسان تريد الساعة وتهجم عليه بسكين بس آدم يوقفها ويطيح سلاحها من عندها. تأمر الحراس يقيدون آدم بالسلاسل بس يشيلون خوذتهم وتكتشف انهم سومو وجيك. سومورو تشير لتاكسان وتقولها انت قتلت النسوان وانتهكت القانون وتخليها يغمى عليها. الفريق يجتمع مرة ثانية ويا ويل وحراس سومورو. سومورو تقول لازم نروح للمنطقة المحروقة بس ويل يخاف. جيك يقول لآدم الرجال المهاجرين يمكن ماتوا من الإشعاعات، يعني مركز القيادة يحتوي على مفاعل غير مستقرة أثناء الرحلة عبر الأنفاق. سومورو تشرح السكان المحليين هربوا من المنطقة المحروقة قبل قرون، وقطعة أثرية من ذاك الوقت انتقلت من ملكة لملكة. يشوفون القطعة الأثرية صورة لسفينة المهاجرين اللي بعدها بالمنطقة المحروقة. آدم يقول لازم يروحون لهناك حتى يقدرون يتركون الكوكب سالمين. بعض محاربي تاكسان يقربون منهم فيختبون. ويل يعرف طريق بديل بس الفتحة صغيرة جدا. يشوفون نفق ثاني ويرحون منه ويشوفون الرجال المسجونين بالأقفاص يحجون عن تحريرهم بس سومورو ما توافق. ويل وجيك يحاولون يفتحون الأقفاص. سومورو تهددهم بالغوص مالها. جنود تاكسان يوصلون ويبدأ إطلاق النار. سومورو تحارب الأعداء وجيك يفتح الأقفاص. توصل جنود أكثر. بعدين آدم يسترجع سلاحه ويسوي انفجار يخلي كل الأعداء ينهزمون وبالأخير المسجونين يتحررون. الفريق يطلع من النفق ويسمعون أصوات محاربين أكثر يتجهون للمنطقة المحروقة. محاربين تاكسان يلقون المساجين بس تاكسان تأمرهم يتجاهلون الرجال ويتابعون مجموعة سومورو. الجنود يخافون يدخلون المنطقة المحروقة بس مع هذا يطيعون الأوامر. بعد كم ساعة تصير هزة أرضية والفريق يطيحون من الجبال بس ما يصير بهم شيء ويكملون طريقهم. يلقون هيكل عظمي لمهاجر. جيك يسوي له سكان ويقول مات من الإشعاعات. تاكسان وجنوده يطلعون ويبدون إطلاق النار. تصير هزة أرضية ثانية. ويل يندفن تحت تراب وينغذونه وآدم يسوي له سكان. ويل يسأل عن الفايروس وآدم يسوي سكان لسومورو أيضا ويشرح الأرض اتدمرت وفد فايروس انتشر بالعالم ويأثر على قدرة البشر على الإنجاب. كل الرجال فقدوا قوتهم على الإنجاب وظلينا بس أنا وجيك وإجوا للبحث عن الأمل على أنتارس. الفريق يلقون مبنى مهجور. جيك يطلق نار على فتحة المبنى ويفتحها. تاكسان توصل بس جنودها يترددون يدخلون. لهالسبب تاكسان تقتل وحدة من الجنود حتى تجبرهم يطيعون. جوا المبنى يلقون مفاعل كوانتومي. جيك يشغله وبمساعدة ويل يسوون له اختبار. يطلب من سومورو تروح وياه بس هي تريد تبغى ويا شعبها. جيك يؤكد تاريخ المفاعل. الانفجار صار بسبب ضعف هيكلي مو عقاب إلهي. وسومورو تفهم انه تاريخ ثقافتهم مزيف
جيك يشغل السفينة. آدم يؤكد انه الأنظمة شغالة بس يرن انذار الفاعل ممكن ينفجر. لما يوصل الشحن ل 82% آدم يقول لجيك يطفيه. تاكسان وجنوده يوصلون ويبدون اطلاق النار ويضربون المفاعل. جيك ويا ويل يختبون وينذرون الباغين. سومورو تلهي تاكسان، يطلقون نار على الآلات حتى يوقفونهم. سومورو وتاكسان يتقاتلون سوية ويسببون أضرار أكبر. جيك ينذر المفاعل راح ينفجر خلال 5 دقائق. آدم يرسل جيك وويل للسفينة. آدم يقترب بإطلاق النار على الجنود. بهالوقت سومورو أخيرا تهزم تاكسان، تقضي عليها وتطرحها على صندوق الكهرباء وتكظها الكهرباء. تاكسان تحاول تهجم مرة ثانية بس آدم يخلص عليها لآخر مرة بإطلاق النار. الفريق يركب السفينة. السكان المحليين يعاينون لهم. سومورو تحس بالذنب. آدم يهديها بالبوس. الهزات الأرضية تصير أقوى وجيك يفهم إنه الكوكب صار غير مستقر. آدم يوقف السفينة ويقول نقدر ننقذ الجميع. بعدها يهبط وسومورو تقول لشعبها يلا نروح سوا للنجوم. الناس مترددين بس سومورو ترمي صوتها وتهديهم للدخول. بس هنا حية ضخمة تطلع من الأرض تسبب هزة قوية وتهاجم السفينة. آدم يقول جيك يستخدم مقدمة السفينة حتى يخوفها. بعدها يزيدون النار حتى يحرقونها. أخيرا السفينة تغادر الكوكب بأمان والكل يستعدون للسفر. وهذه نهاية الفيديو. شكرا على مشاهدتكم وعلى وصولكم لنهاية الفيديو. لا تنسى تشترك بالقناة وتخلي لايك وشوف واحد من هذين الفيديوهات اللي طلع لك على الشاشة.